الأصدقاء ورفقاء عمر، أيها الحضور الكرام، 40 يوماً مضوا من حياتنا ولم نسمع صوتك يا أعز الشبان. لم نرى تلك الابتسامة التي عودتنا عليها. 40 وما أقصى الأيام من دونك يا عمر. اليوم نلتقي لنكرمك يا شيخ الشباب. أنت الذي كنت تكرم الجميع وكل واحد منا ولا تنسى أحداً. عمر كان مليئاً بالنشاط واللطافة والحب، كان ديناميكياً وذكياً، كان يتعامل مع الجميع بصدق ودبلوماسية وشفافية، كان كالنسمة تملأ فضاءنا فرحاً وهضامه. كان عمر باختصار يضج بالحياة والأمل والطموح. عمر البطل كان مقداماً في الدفاع عن الحق في الساحات وعلى الشاشات، حضوره يملأ المكان. وكانت ثورة الحق ثورة 17 تشرين، وكانت شاشة 17 منبره المفضل، وكان عريس الشاشة المحبب. كان عمر صديقاً وفياً لنا جميعاً، المبادر لكل جولة وتظاهرة ولكل طلعة وجمعة، وكان يزين اللقاءات بخفة دمه وروحه المرحة المجبولة بذكاء قل نظيره. كان عمر رفيقاً حقيقياً وصديقاً حقيقياً. كنا نناديه معالي الوزير الذي يحلم أن يحمل لبنان إلى مكان آخر، لبنان الوطن والدولة والجيش والعدالة. لم يكن يليق بعمر المرض، كان يخفيه عنا، وكان يغير الموضوع مخافة إحراجنا وأن ينشغل بالنا عليه أكثر. ولكنه ومنذ 40 يوماً قرر أن يتركنا، قرر أن يرحل مثل نجمة تبعد عن أنظارنا، لكنها تبقى تلمع في قلوبنا وعقولنا، في حياتنا ويومياتنا. وعدنا إلك يا عمر إنه رح نضل نحبك ورح تبقى معنا وما رح نخلي الموت يفرقنا عنك. وقبل ما نشوف عمر صوت وصورة بالوثائقي، وقبل ما نخبركم عن جمعية عمر، نطلب من الأستاذ وسيم معضاد يحكي كلمة الأهل والعائلة. سعادة النائب الأستاذ هادي أبو الحسن، أهلنا الأعزاء، زملاء وأصدقاء عمر في الحضور الكريم. باسم عائلتنا نشكركم جميعاً على حضوركم ومشاركتنا ذكرى 40 وفاة فقيدنا الغالي عمر. كم هو مؤلم أن نحيي ذكرى شاب غادرنا وهو لا يزال في مقتبل العمر، أقبله القدر. فاليوم نجتمع هنا بقلوب حزينة لنكرم ذكرى عمر الذي دخل حياتنا كعائلة وحياة عارفيه معه. فعمر لم يكن مجرد روح شابة انتزعها المرض من حوله في ريعان شبابها، بل أنه كان أخاً وصديقاً مقرباً للجميع. ضحكته العفوية كانت تضيف فرحاً إلى قلوب كل من عرفه. فعمر علمنا قوة المثابرة والشجاعة في مواجهة الصعاب، حيث كان يواجه أزمته الصحية كل يوم بابتسامة قادرة على إضاءة حتى أظلم اللحظات، وبعزم وثبات وإيمان عابر تجلى بالجموع المشاركة في مواساتنا وبالمبادرة المقدرة واللافتة عبر رفع الصلوات عن روحه من أبناء بلدتنا الدين. بينما نحيي ذكرى عمر اليوم، دعونا لا نتكلم عن ألم رحيله، بل نتذكر اللحظات الجميلة التي قضيناها معه. فعلى الرغم من أن عمر قد تركنا جسدياً، إلا أن روحه ستعيش عبر الذكريات التي خلقها مع كل فرد منا وفي سعيه لخدمة الآخر. فعمر وإبان جائحة كورونا، وبالرغم من دقة وضعه الصحي الذي كان يفرض عليه أخذ أقصى درجات الحيطة، كان يصر بأن يكون من أوائل المتطوعين في خدمة أبناء بلدته وزيارة كل منزل في البلدة للوقوف على احتياجاته الغذائية والطبية وإعداد اللوائح بها والسعي لتأمينها. دعونا نتذكر بأن عمر الآن معافى من الألم والمعاناة، يراقبنا بابتسامته الساطعة نفسها التي دفأت قلوبنا.
في ذكراك يا عمر سنعدك بمواصلة ما كنت دائما تسعى إليه عبر إظهار الحب والتسامح للآخرين وحتى لبعضهم البعض. في ذكراك يا عمر نجتمع معا لنقول لك بأننا سنسعى مع أصدقائك وزملائك ومحبيك من خلال الجمعية الخيرية التي ستطلق اليوم إلى مد يد المساعدة لكل شاب وشابة والعمل بالحماس نفسه الذي كنت تعبر عنه في كل يوم. لوالدي عمر وشقيقه وعائلته الصغرى أقول بأن حبكم واهتمامكم بعمر الذي لم يتزعزعا يوما هما شهادة على قوتكم وتفانيكم، ونتمنى من القلب أن تجدوا الراحة في معرفتكم أن ذكرى عمر ستظل مصدر إلهام دائم لنا جميعا. فارقد بسلام يا صديقي وأخي العزيز الراحل عنا والباقي فينا، والذي كنت تحلم دائما بأن تعيش حياة زاخرة بالنجاحات والفرح بين أهلك ومحبيك. قد تكون يا عمر اليوم غائبا عن أعيننا ولكنك لن تغيب أبدا عن قلوبنا. ذكراك ستبقى حية ومصدرا دائما للقوة، ملهمة لنا لنكون أفضل ونقدر كل لحظة نقضيها مع أولئك الذين نحبهم ونعتز بهم. شكرا. كلمة للأستاذة دانا أبو رسلان. أنا بدي آخذ من وقتكم أخبركم عن عمورة وما بدي أحكي. بدي أخبركم أشياء حلوة عنه وكيف عايش حياته. عمورة كان عمره 9 سنين بس إجا من المدرسة مع الجامعة وقال لهم لأهله مش مرتاح. عملوا له فحوصات طلع إنه في مشكلة بالكلام وبلشت رحلته بالحياة من هيداك النهار. بلش يغسل كلاوي وبعدني بتذكر كثير منيح. صبي صغير عمره 9 سنين ينزل على بكرة على المستشفى اخذ معه الأكلات اللي بحبه وما فيها كده. اخذ معه تبولة وبطاطا مقلية وتشيبس على كاتشب ونحن نضحك عليه نقول له بكرة الصبح بدك تاكل كلها. قدر يمثل 2 سنين ورجع أخذ كلوة من بيه وعمل زرع والحمد لله عايش 13 سنة اللي قطعوا حياة كثير طبيعية وما خلى هذا الشيء اللي صار معه يأثر عليه. بالعكس عمورة كان كثير قوي، كان كثير متفائل، كان يعرف يعيش الحياة صح ومبسوط، ومش بس هو مبسوط كان يخلي كل اللي حواليه مبسوطين. بدي أحكي عنه. بلش بأمه. عمورة كانت روحه معلقة بأمه، كان كل همه تبقى مبسوطة ومرتاحة، يفوت يساعدها بالمطبخ وبالبيت، المهم هي تضلها مبسوطة ومرتاحة، وهذا شيء طبيعي لأنها أمنا. بس مش كثير طبيعي هو قديش كان يضل يفكر بده يساعد غيره. شاب صغير عمره 24 سنة كان كل همه يساعد المحتاجين، وهودي خبريات عرفناهم من بعد ما راح عمورة. عرفنا إنه كان يمرق على أحد المحلات ويحط مصاري حتى يوزعوا خبز للمحتاجين وما يقولوا مين عطيه، بس يطلب منهم يدعوا له. ومش من زمان كمان اجت ست ختيارة خبرتنا إنه عمورة كان دايما يساعدنا بحياتنا. شاب صغير كل همه يساعد العائلة، وكان كثير يحب الناس وما يحب يشوف 2 زعلانين. إذا 2 مختلفين يضلوا حاليس لحتى يصالحوا. والكل بيعرف قد ايه كان يضل مبسوط وباسط اللي حواليه. عمورة ما كانوا أصحابه بس صبايا وشباب ومن عمره. عمورة كان أكثر حدا عنده أصحاب متنوعين من كل الأعمار، عنده صبايا وشباب وعنده ختيارين بيحبهم وبيعطف عليهم، وعنده صبايا كبار من عمر أمهم. يعني عمورة إذا بده يطلع من الزبدين على حمامة كان لازم يوقف 10 مرات يسلم على أصحابه، وكل اليوم ما بيشبع بس بيحبوا كثير. عمورة عرف يعيش الحياة صح، مثل كأنه عارف إنه حياته صغيرة وقصيرة فعايشها كثير صح، وعرف ينبسط كل يوم بحياته ويبسط اللي حواليه. وأنا أكيد كثير من الموجودين بيعرفوا أكثر مني وبيعرفوا قد إيه كان يضل مبسوط، بيعرفوا قد ايه كان مهضوم. كان كل يوم بده يعزم ناس على السهرة، تعب لأمه قد ايه كل يوم بده يسهر مع الأصحاب، لأنه طب اليوم بناتها تعبانين إلا حرام، وبيكونوا قاعدين لحالهم، كل الناس كانت حرام عنده، بركي زهقانين نعزم
يضلوا هيك كل همه يفكر بالحوالي ويبسط الحوالي. عمورة كان كتير قوي وعنده إرادة. بدي أعطيكم مثل عن شغله، آخر شغل اشتغل فيه. يوم من الأيام فات على مكتب مديرة إذاعة تلفزيونية وقال لها أنا بعمل لك شو ما بدك بس اعملي لي ريبورتر. وانتبهوا بيومها كان عمورة مثل كثير منا ما بيعرف يلم كلمتين نحوي على بعض، بس هو بده يعمل ريبورتر. فقالت تضحك مديرته من وين طلع لي هالصبر؟ بس قلت له من جرب وحط براسه وجرب واشتغل على حاله واشتغل على حاله وبالاخر عمل ريبورتر عن جد. هيدي وحده من كثير اشياء كان مصر بده يوصلها وعرف يوصلها. انا عم خبركم هالاشياء عن عمورة لسببين بس. واحد لما نتذكره بس بهالخبريات الحلوة قديش كان مهضوم ومنيح ومحب وبيساعد. واثنين تنتعلم منه نعيش مضبوط ونعيش صح وما نزعل ونضل معصبين على له ظهر وما له ظهر. عمورة كان دايما يقول ما في شيء بيحرز وعن جد ما في شيء بيحرز، ما حدا بيعرف لوين واصلين. من هلا لنرجع نلتقي مع عمورة رح يضلوا ذكرى كثير حلوة بقلب كل حدا منهم. شكرا. كلمة للدكتور توفيق الحلواني. تفضل. صباح الخير الحضور الكريم. كنا نتمنى يكون لقاء اليوم بغير الصيغة والمناسبة. كنا نتمنى يكون مع الغائب الحاضر الحبيب عمر بمناسبة الفرح، لكن هو القضاء والقدر اللي ما لنا نحن ايد فيه. سبحان من ساوى عبيده بالموت وهو حاول. يا قمرنا الغدت ما أحلاك، يا قمرنا الغدت ما أحلاك، يا صادق ويا محب ما أوفاك، بتغيب عنا بالجسد وتضل بقلوبنا عطول ما ننساك. يا عمر اللي كنت بطموحك غني، غيابك حرمنا نكهة العيش الهني، ولولا البكي برد ليل الغايبين منضل نبكي كل ما الدنيا. بأربعينك جيت دقلك، بأربعينك جيت دقلك نحن وكل رفاقك وأهلك. لا تظن أنك صرت عنا بعيد بالقلب باقي مبرد محلك، ولا تفتكر عن مبدأك من حين صدق ووفا وإخلاص. أحلك بيناتنا ما خلصوا المواعيد، بيناتنا ما خلصوا المواعيد. صبح ومساء أشواق نرسل لك، وكل ما قصدنا بيتك من جديد دمعات قبل الصوت تندهلك. وعلى القبر منضوي شموع العيد، وعلى القبر منضوي شموع وعيد. ولو نرضى العرس نعمل لك، وكل اللي يعرفوك بالتأكيد معهم ولولا غلط بتضلك. حب القدر ما بنقدر ولا الايد، تحدد له الموعد حتى يضل منضل طول العمر بشتغل. الله يعافيك. وهلا رح نتذكر معكم اجمل اللحظات ورح نسمع افضل الشهادات بوسائل هيك شاركنا كلنا باعداده وتم تنفيذه من قبل يارا سالم وزبال كرم. كل الشكر لكم. مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا بكم على شاشة. ونحن هلا موجودين على الروضه المخبر من الخوف. الحياة كانت تسير شبه طبيعية في بيروت وضواحيها. نحن جايين على هالدنيا مرة واحدة بس، ما حدا بيعرف ايمتى عمره بيخلص. كلنا جاي علينا الدور، بس الفرق انه حدا قبل حدا. أعزائي المشاهدين، نحن انتقلنا من عائشة بكار على الروم ستريت. عم نشوف كلنا وطن مرة عيد اليوم قصدي حفل بمناسبة شهر رمضان الكريم لحتى تطلع البركة على وجوه الأطفال. رمضان كريم. شو اسمك؟ يلا كلكم سوا علوا صوت هلا بمناسبة رمضان. يلا. محمد نبي
من واجبنا ووفاء لعمر إنه نكمل المشوار ونحقق حلمه بوطن حقيقي. عمر لما تعرف على 17 كان بده يكمل نضاله بمهنة شريفة تحقق طموحه وحلمه ببناء وطن جديد. اولا شو تعليق الاستقبال عم بيصير؟ قد ايه بيكبر قلبكم بوجود الناس وقد ايه عم بحملوكم مسؤوليه اليوم؟ يقول البعض تعددت الأسباب والموت واحد. إننا نموت ومنذ عشرات السنين على يد هؤلاء المجرمين بكل أنواع الموت، ولم يكن ينقصنا سوى قنبلة شبهها العالم بأسره بانفجارات نووية كما حصل في هيروشيما وناكازاكي وتشيرنوبل. وعد الرئيس القوي وجزم في تبيان الحقيقة بعد 5 أيام. مرت 5 أيام، 5 أسابيع، جعلها 5 أشهر، وها هي سنة قد مرت والكل يتهرب من الاعتراف بالحقيقة. ومنذ ذلك التاريخ وأهالي الضحايا يدفنون أطفالهم، أبناءهم، أباءهم كل يوم، وأن الله يمهلهم ولا يهملهم. ومنذ ذلك الحين أصبح الرابع من كل شهر وقفة صلاة وتجل يجتمع بها أهالي الضحايا للاطلاع على ما هو جديد في قضية هزت الرأي العام والعالم، وأبكت من لا يبكي وأجبرت من لا يسمع أن يصغي. في المقلب الثاني أصنام، مجرمون متمرسون يحاولون إخفاء آثار جريمتهم بكل الوسائل. هؤلاء هم حثالة ما خلقت البشرية، وكما أن لكل ظالم ومجرم نهاية، فنهايتهم أصبحت قاب قوسين أو أدنى. وعد من 17 أننا نبقون معكم حتى معرفة الحقيقة كاملة، وسنشهد مع العالم أجمع يوم حسابكم الذي سيكون قريبا وقريبا جدا. تعلم عمر أصول المهنة، ولكن علمنا الفرح، علمنا التضحية، علمنا حب الصداقة وحب الحياة. الزيتات خلصوا والقدر ما فينا نغيره، ولكن وعدنا باقي وسوا مكملين، ورح نحقق حلمك يا عمر بلبنان بيشبهك. عمورة يا عمورة، رحيلك خسارة علينا لكلنا، الله يرحمك واشتقنا لك. ما بعرف كيف بدي فوت على رقمك وما احكيك، اصلا ما مصدق اني لبست عليك اسود. انت يلي روحك حلوة ومرحة، يلي كلك حياة وامل، يلي مثلك دنيا صغيرة عليهم. اوقات بقول الحمد لله كان إلي فرصة اتعرف عليك قبل ما تروح من هالدنيا، بس اوقات تاني بقول يا ريتني ما كنت بعرفك، لانه انه يكون شخص مثلك بحياتنا ونخسره هيدا الشي صعب ومنه هين ابدا. عمورة يا حبيب قلبي، انت رح اشتاق لك كتير، وانا اكيدة انه اي فرحة بتمرق علي بحياتي من بعدك في شي جواتي بقلي لو بعده عمورة الفرحة كانت رح تكون احلى. عمورة يا عمورة، اشتقنا لك كتير، يا ريت ترجع لنرجع نشتغل سوا، نظهر سوا، نسهر سوا. بوعدك حنرجع نناضل سوا كمان كرمال لبنان يلي انت بتحلم فيه. الشعب يحترق بأسعار المحروقات في عز الشتاء القارس. لا سمحكم الله أيها المتسلطون. عمورة بعرف عم تسمعني، ضحكتك ما رح تنسيها. بيقولوا أغلى شي عند الشخص هو الصحة. أنت أغلى شي عندك كان عندك مشاكل فيه، بس ابتسامتك وضحكتك بتعلم درس لكل الأشخاص يلي بيمتلكوا كل شي وبيمتلكوا الصحة وبيضلوا ليل مع نهار يتذمروا وينكروا. اشتقنا لك. ما عليك، اشتقت لك كتير ولك فقدة كبيرة، وما في شي بعوض عنك. بتعرف شغلة؟ اللي ما قدرت تجمعنا كلنا مثل كل يوم، قدرت جمعتنا اليوم وكل يوم باسمك. رح تضلك أهم وأجمل ذكرى مرقت بحياتي. إلى اللقاء. ديباك عم بتخيلك انت لابسه التنوره عم تلولح ورا. وبعده موجود بكل نكته، بكل خبريه، بكل
قصة يمكن قطعنا فيها بالشغل أو بغير الشغل يعني. بعدني لهلا بجي يمكن بدي ابعت له نكتة او شيء بذكرني فيه قد ايه هو كان شخص يحب النكت والضحك. بنحبك كتير عمر وما رح ننساك، واكيد بكره رح نخبر اولادنا عنك وقد ايه انت كنت عن جد شخص بيلبق له الحياة. ما بيموت. والشمس رح تطلع رح تطلع زين سما بيروت الصرح السريز من موزمبيق لرافييرا لسيلانج لباريس. حصريا من الاديتنج ستيشن نقوني انا اكون الاديتور تبع فيديو ذكرى الاثنين تبعك، وإلي جمعة عم يتقطع قلبي. بعدك بتتسأل علي وبتلحقني وبتحسسني كل المشاعر بالعالم حتى هلا. كتير ما حبيت أنا وعم بعمل الفيديو كان في مقاطع بتزعل، وهذا الشي ما كان بيشبهك ابدا. حاولت قد ما فيي فرجيك الصورة يلي انت بدك انه نتذكرك فيها، واللي هي كانت وبعدها مضبوطة، واللي هي انه انت الانسان اللي جامع الكل، انت اساس للفرح والطاقة والمحرك تبع السبنتين وتبع الجروب. دعت نحن بمار شربل وعم نصلي، انا عم صلي لمار شربل. شربل. يا ربي انا عم صلي، دعت ساعة تبطل تصرخ. دخلك يا مار شربل، دعت بطل تصرخ وتعيط يا عمر كل نهار. يكون بضاعتنا طمأنينة رغم همومنا شوي. وعيون الجاحلة بيتهلك لا أجزاء واجيب بهالليلة بيتهلك لا أجزاء واجيب بهالليلة. يلا أبو حسين أبو حسين سعيد حسين ياسين عليه حسين. عمر من أول نهار حكينا فيه بتذكر كان ماسك بورتوكليه معه، كان فاتح سيارته وبقلبه كان في قبضة ثورة صغيرة، وكل يلي قلت له اياه انه واو كتير حلوة، وما لحقت خلص جمل كان شايلها وعطاني. وانا بضيع كتير قصص وثورة، وكمان بعد جمعتين ضاعت هيك القبضة، وعرف انه عمر انه ضاعت، وكان نهار يعني كنا ما بنعرف بعد كتير، راح جاب لي قبضة تانية وعطاني اياها تاني نهار. ومن هيدي الجلسة الحركة الصغيرة عرفت انه هيدا انسان تينته مثل تينتي، وانه ابن بيت، وانه هيدا انسان بقدر يعني مع كل المأساة اللي كانوا عم بيصيروا وقت الثورة والمشاكل اللي عم بتصير بالبلد والعالم اللي عم تاكل بعضها، عرفت انه هيدا انسان لا انا بقدر التجئ له بالشغل وبقدر اوثق فيه وبقدر اتكل عليه. وغير هيك كان انسان كتير حنون، كان بيوزع بسمات، بيوزع عبطات، وانا كنت كتير بحاجة لهيدا الشيء، ما كنت عبير. وعمر كان بلا ما اضطر احكي كان يعرف هيدا الشيء، كان دايما كل ما اكون قاطعة بعيط لي روشتي بيعبطني. عمر مش رح اقلك انه ما رح انساك، لانه انت بتعرف انه مستحيل انساك، يعني حتى اذا جربت، حتى لو كنت غمضت عيني هيك وجربت ما فيي انساك. انت شخص ما بتنتسى، ومش عم بحكي بس عن حالي لما اقول هيدا الشيء، وخليك عم بتطلع علي من وقت للتاني. عمور رجال جماعتنا، اتذكر ضحكتك اللي كانت مضوي قلوبنا كلنا، طاقتك، انت بعدك معنا عمر، بعدك بقلبنا. هاي كيفكن؟ أنا اسمي عمر بعضاد. بين 2020 بلشت توقف كلوتي اللي زرعها، وكان عندي إيمان كتير كبير بالقدر الشرب لأنه بده يصححني، ومن شهر تقريبا ظهرت صورته على كلوتي، ومن وقتها تأكدت إنه بده يصححني، ومن وقتها بلشوا يتحسنوا فحوصاتي، وإن شاء الله قريبا بطلع وبشريكم النتيجة إنه مشت كلوتي. وإنت
كيف تجرأ آب بلهيبه يوقع زهرة الشباب؟ كيف تجرأ آب بلهيبه يوقع زهرة الشباب ويكون قاسي هالسنة هالقد؟ يقطف ورقة شاب مثل القمر أشقر وحليوة وصغير. هالشاب بالنسبة لكم صديق وجار وزميل، بس بالنسبة إلي ابن أخ وسند كبير. كل يوم كان يقول لي سلوى يا دعوده، بيتمنى لي يوم كله تيسير. 4 سنين مرافقني يوميا ومآمن بالثورة وبالتغيير. اشتغلنا سوا وفتحنا سبتين نشرات وبرامج وتقارير. هالسنين مروا وكتروا الذكريات والمواقف الحلوة والمشاوير. وفجأة عغفلة سرق الموت عمر من حضن الحياة، ومع الأسف عمورة طلع عمره قصير. هو ابن هالدنيا اللي كان ممسك فيها وعطاها من صحته وصبره كتير. عمر يا عمري الحلو يا ابن قلبي اللي راح عبكير. عمر يا عمري الحلو يا ابن قلبي اللي راح عبكير. وين ما كنت رح تضل عايش فينا وحنشوفك بوجه كل طفل صغير. يا عريس بزبدين وعريس الثورة، يا أمير بزبدين وأمير الثورة، كيف سخيت روحك تتركك وتطير. بحماية الرب أنت يا حبيبي، واسمك حيضل يتردد وحيكون كبير. ما تواخذنا، أنا ورفقاتك قصرنا معك، ما قدرنا نقدم لك عرقول على محبتنا غير هالجمعية كتقدير. وروحك الحلوة أكيد اليوم حاضرة معنا ومن السما عم تضحك لنا يا أمير. نحن اللي كنا نعمله لعمر هو فكرة ميرنا ضوء، هو إنه نأسس له جمعية تعنى بتساعد المرضى الكلى. بس رجعنا فكرنا إنه نحن ما لنا بوارد إنه نلم تبرعات لحتى نقدر نشتري الأدوية. نحن اللي رح فينا نعمله نتبنى مشاريع صغيرة تنموية نقدر نشتغل عليها. أول شيء اللي رح نعمله هو أكاديمية داروس أنطوان كاسابيان، لأنه هو ساعد الشباب وقتها كنا ب17 تحت تعلمهم. رح نطلق أكاديمية داروس أنطوان كاسابيان للإعلام والصحافة، رح تكون الدورات اسمها دورات عمر معضاد. وتاني شغلة اللي رح نعملها هي فكرة صديقته وزميلته ميرنا مكارم. هي خط بسيط من بناية لسيتي مول، رح تخبرنا أكثر عنها ميرنا مكارم. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. ثانك يو على التقديم. ديان قلبنا عليك عمر، ديان شبابك، ولا يرحم ترباتك. ما بفكر في حدا تعرف على عمر بحياته غير ما تأثر فيه، تأثر بالحب وبالكرامة اللي كان يعطيها. مثل ما قلت داد، نحن أصحابه وعائلته بلشنا جمعية باسمه، وهالجمعية صار عندكم ديتيلز. كمان رح تكون عندها باس لاين اللي هي رح يكونوا بسات على الكهرباء. كتير فكرة بتشبه عمر بالتواصل بالمناطق، بالاحترام للبيئة، بالحرية التواصل إنه الشباب فين يروحوا من منطقة لمنطقة. نحن رح نبلش الباس لاين، رح نسميه ذا لاف لاين، لأنه عمر قال إذا علمني لإلي شغلة هي إنه الحب هو دايما الجواب. ونحن أصحابه كتير فخورين إنه هو أثر هالقد علينا، ونحن مكملين الشغل وحابين نوصل لمرحلة إنه لبناننا رح يشبه لبنان اللي كان يحلم فيه عمر. شكرا. باسم عائلة عمر وجميع الحضور نشكركم على حضوركم،
ندعيكم لمشاركة لقمة عن روحه، وشكرا للجميع. And I will bear my soul in time when I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.